اهلا بيكم في قناتي مطبخ الفيروز. انا ايمان. هنعمل مع بعض النهارده محاشي مشكله كرنب وبتنجان وكوسه مع البط الدمياطي بطريقه سهله وبسيطه. شايفين الشكل معانا طالع عامل ازاي؟ بصوا صوابع الكرنب صغيره ازاي وما فيهاش، مش معجنه خالص، والرز بتاعها مش خارج بره ولا اي حاجه ولا الصوابع فكه. وهنا الكوسه برضو والبتنجان الرز مظبوط. يلا بينا بقى نشوف عملنا ايه مع بعض. هنا هبدأ اول حاجة اعمل الصلصة، معلقة زبدة على شوية زيت، واضيف البصل مع فلفل شطة واقلبهم مع بعض كده كويس. بعد كده بقى ابدأ اضيف لهم الطماطم. ده هنا كان عصير 2 كيلو طماطم مضروبين في الخلاط. هبدأ بقى اضيف فلفل اسمر وملح، معلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح ونص معلقة سكر صغير عشان الحموضة اللي في الطماطم وتسيبيها تستوي. هبدأ هنا بقى اجهز عندي الكرنب. هنا شلنا الورق اللي على الزيادة الاخضر دوت. بعد كده هتبداي تجيبي سكينة كبيرة وتحاولي ان انت تشيلي الجزء اللي فوق. هتبقي كأنك بتقوري، هتمشي بالسكينة كده داير ما يدور. هنا شلناه. هنكمل بقى بقية نشيله لان الجزء ده لازم نفصله ونشيله عشان نقدر ان احنا نفكك الورق. هنا برضو كان لسه فيه هنا بواقي، هبدأ ان انا اشيلها كلها. هو الجزء دوت كده خلاص، اهي الكرنبايه بقت تمام. هنا لو الحله بتاعتك بقى تكفي تحطيها كلها، ما تكفيش شيلي كام ورقه كده. وزي ما انا هعمل، انا هنا شلت بس كام ورقه من على الوش وهبدا ان انا اسلقها على بعضها. بتشيلي الورق بالراحه خالص من الجزء اللي فوق وتبداي تفككيه بكل سهوله يطلع معاكي. اجي اتبل بقى البط بتاعي على ما الميه بتاعه الكرنب كانت لسه بتغلي. دي هنا بصلايه ضايفه لها مضروبه في الكبه، ضايفه لها فلفل اسمر وشويه ملح ورشه سكر بسيطه قوي وسنه كمون. تبداي تتبلي بيها البط من تحت الجلد ومن جوه ومن بره. التتبيله دي حلوه قوي، بتدي طعم للشوربه وطعم للبط حلو جدا. والبطه طبعا غسلينها كويس وكنا نقعينها في ملح وليمون من بالليل. هنا بقى هبدأ عندي اسلق الكرنب واسيب البطة بقى يعني تتبل كويس. هنا هضيف معلقة شوية ملح وسنة سكر بسيطة قوي، بتدي طعم الكرنب حلو قوي. هنا بقى ضفت الكرنبايه وابدأ ان انا يعني حطيتها على الوش شوية كده، هي تبدأ تنكمش شوية. ابدأ ان انا اشيل الورق اللي على الوش ده كده، هيتفكك معايا اهو بكل سهولة. واقلبها الناحية التانية. انا هنا بقى بدأت اشيل الورق كده واحدة واحدة، ولسه هنا ما استواش سوا كامل، انا بس بحاول افككه عشان هرجع بعد كده اضيفه تاني يا بالظبط بس ما يكملش دقيقتين واشيله عشان اتأكد ان هو خلاص بقى معايا مستوي كويس. هنا انا كنت رجعته تاني وهشيله بسرعة، مش بيقعد كتير لان هو كان هنا خد سوا بس مش سوا كامل. نبدأ بقى هنا نقطع الكرنب. دي طريقة ان انت ممكن تجيبي الورق زي ما هو كده، ما يعني الورقة مجوزة على بعضها وترصيهم كده على بعض يكونوا كلهم حجم واحد، وتشيلي العروق كده بالسكينة زي ما احنا شايفين. وابدأ ان انا الفها رول واقطعه. التقطيع ده بقى يرجع لك انت حابة الصوابع كبيرة او صغيرة على حسب ما انت عاوزة. وهنا هبدأ ان انا افرد بقى الرول دوت وابدأ اقطع الورق كده مربعات سوا واحد. الطريقة دي ما بتاخدش وقت خالص، في ثواني هتلاقي نفسك قطعتي الكرنب وخلصتي زي ما احنا شايفين كده اهو. انا هنا فردت الورق وبعد كده هقطعه بالسكينة كده على طول. في طريقة تانية بقى ان انا افرد الورقة كلها واحط العروق كلها تبقى فوق بعض، وبرده زي ما قلنا نحاول نخلي الورق كله مقاس واحد. هشيل بقى بالسكينة كده العروق من النص افصلهم، ولو في اي زوايد تانية شيليها. وابدأ هنا بقى اخد جزء اقطعه كده زي ما احنا شايفين بالطول، وبعد كده اقوم مقطعاه مربعات صغيرة. الطريقتين شغالين وكويسين، الطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها وتكوني خلصتي الكرنب في ثواني. هنا بقى المية كانت غليت، اسلق البطة بقى وارجع ان انا اكمل انا هنا كنت خلاص قطعت الكرنب. ابدأ بقى اسيب البط يستوي واكون اروح الف المحشي. الخلطة هنا بتاعتنا ده الرز طبعا مغسول كويس ومتصفي. هنا بضيف بصلايه نية، انا بحب الاضافة دي بتبقى كويسة. وضفت عليها توابل محشي مشكلة كنت جايباها جاهزة، وشوية فلفل اسمر بس.
ودي الصلصه بتاعتنا اهي. الجزء ده ما كانش اتصور معذره، بس انا هنا كنت ضفت طماطم تانية. شايفين اتسبكت معانا كانت عامله ازاي؟ ده هنا الاضاءه هنا ظلم الخلطه كانت لونها احسن من كده بكتير. وتظبطي بقى الملح بتاعك اللي زي ما انت حابه. هنا بقى نبدا نجيب الورقه ونحط الرز نفرده كده كويس، وتبداي تلفي يعني لا في نفس يعني اتجاه واحد زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى نخلي هنا كمان ده كمان صباع تاني للتوضيح بس. اظن كده الصورة بقى واضحة مبينة الطريقة. نيجي بقى بعد كده نشوف الكوسة والبتنجان. انا هنا بقى كنت حاولت ان انا اقرب لكم الصورة شوية. شايفين بقى اللون هنا كان حلو ازاي؟ البتنجان انت مش بتدخلي صباعك جوه، لا انت بتزقي بس الرز وبتهزي بايدك، بتهزيها كده عشان الرز يبدأ ان هو ينزل من غير ما تكبسي بصباعك. الكوسة برضو نفس النظام، احنا بس بنزق الرز نهزها كده، الرز يبدأ ان هو ينزل معايا اهي. لسه فاضل كمان شوية اقوم حطاهم، وما بحطش ايدي خالص وما بكبس الرز، ولازم اسيب جزء فاضي مش بملاها للاخر. هنا بقى البط خلاص كان استوى معانا وقطعته، وهضيف بس فلفل اسمر وادخله تحت الشوايه. ابدا بقى ان انا اسوي المحشي. انا هنا ضايفه معلقه صلصه بتاعه المحشي على الوش، هتدوب في الشوربه. الشوربه هنا تكون مغليه. الاضافه دي لو مش حباها براحتك، بس دي بتخلي لونه احمر. طبعا هنا تقولي انت مغرقه شوربه، لازم تهزي الحله، تهزيها كده هزه كويسه بحيث ان الشوربه تبدا تنزل في كل الجوانب. مش هتلاقيها كتير ولا اي حاجه خالص. الشوربه ما تبقاش مغطيه الصفه اللي فوق، انا عايزه يبقى الصوابع اللي فوق دي كلها باينه زي ما احنا شايفين كده. ما تزوديش شوربه عن كده عشان ما يعجنش معاكي. البتنجان والكوسه بقى وانتي بتزوديهم شوربه، حاولي تدخلي الشوربه جوه الصوابع، مش تحطيها في الحله وخلاص. حاولي توزعيها كده يبقى كل الصوابع وتدخلها شوربه من جوه في الجزء اللي انت كنتي سايباه فاضي. هنا بقى بتاكد هنا نوزع كويس. هتحطي كده في كل الصوابع تبقى معانا بالشكل ده كده. هو بياخد شوربه زياده عن الكرنب. هنا بقى بدأ يغلي معانا اهو من كل الاتجاهات. توطي بس شويه وتسيبيه، بس مش توطيش قوي. هنا الكرنب طبعا لازم طول ما انتي بتسويه كل شويه تبداي تهزي فيه عشان الشوربه برضو تبدأ تتوزع معاكي. في المرحله بقى دي انا هنا خلاص كده كنت هوطي بقى. هنا بنوطي على ناحيه الطفي، بتخلي النار شمعة ويستوي معاكي بقى براحته. وده هنا خلاص شكله معانا كده كان بعد ما استوى. وده كان شكل الاكل بتاعنا النهارده. لو عجبتكم الوصفه ولو اول مره بتشوفوا قناتي محتاجه دعمكم القناه تكبر بيكم وليكم. متنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم.